كل سنة وانتم طيبين. حبيت اختم فيديوهاتي في رمضان بأحلى كنافة كده رمضانية خطيرة، تنفع كمان عندك في العيد. لو كنت نسيتي بقى لفة كنافة في الفريزر زي حالاتي، لازم تعملي بيها الجمال ده كله. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة. هاتي بقى لفة الكنافة اللي احنا نسيناها في الفريزر، طلعيها كده وسيبيها تبرد شوية كده 10 دقايق، وابدأي فتتيها كده هتلاقيها اتفكت معاكي بكل سهولة. بطريقة سهلة وبسيطة هتلاقيها كلها اتفركت معاكي. اهم حاجة انك تتأكدي ان كلها اتفركت كده معاكي وبالشكل ده. عندنا 3 معالق من السكر البودر، وابدأي غلفي الكنافة بتاعتك بالسكر البودر. دي كنافة نابلسي انا بجيبها من عند مستحضرات الحلويات، لونها اورنج كده. نزلت عليها كوبايتين من السمنة وغلفت كل الكنافة برضو بالشكل ده. تعالي نعمل بقى أحلى كريمة. عندي معلقتين من الكاستر على نص كيلو من اللبن، هقلبهم على البارد وبعد كده ارفعهم على النار لحد ما يوصلوا للقوام ده. طاستك الجميلة كده وابدأي دهنيها كده مسحة من السمنة، وابدأي كده حطي الكنافة واضغطيها. وانا عايزة ليها اللي يبقى ليها حواف. يعني ايه حواف؟ يعني انا عايزة ليها كده جوانب عشان لما احط الحشوة ما تلزقش وتتحرق مني ويبقوا تطلع من بره الكنافة. حطيت بقى الحشوة بتاعتي بالشكل ده، وبعدين غطيها كده من الفوق. بس انا جبت انالوج موتزاريلا حطيتها كده عشان تبقى تديها مطة وتخلي عندي الكريمة غنية. غطيها كده وحطيها على نار هادية جدا. هتاخد لون ذهبي من فوق، هنقلبها وبعد ما تاخد اللون الذهبي هنسقيها بشربات بارد. وحطيت عليها بقى هلال رمضان. كل سنة وانتم طيبين. مش معنى رمضان خلص تقدري تعملي الوصفة دي كمان وتقدميها لضيوفك كده في أول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين. عايزة أقول لكم خطيرة وطعمها يجنن. بقية الكنافة بقى عملت بيها قوالب. هاتي بقى القالب الكب كيك وابدأي كده دهنيها مسحة من السمنة، وحطي بقى الكنافة اللي احنا عملناها. مش عايزة أقولك بقى الوصفة دي أحلى من الوصفة الأولانية. يعني انتي هتحطيها كده لضيوفك خطيرة. اضغطيها بكده بأي كوباية شاي وحطي الحشوة في النص وغطيها ودخليها فرن على درجة حرارة 160. عايزة أقولك هتاخد لون ذهبي خطير، بجد تجنن. بدأت ان انا اضغط عليها بالراحة كده، اطبطب عليها، وبعد ما خرجت سقيتها بالشربات البارد. تجنن في حتة تانية خالص. بدأت ان انا جبت صينية وقلبتها. بصي اللون، شايفة القوام؟ جربوها بجد هيعجبكم قوي. بجد خطيرة، وحشوة الكاستر تجنن. جربوها بطريقتي وبجد هتعجبكم جدا. عملنا وصفتين على البوتاجاز وعلى الفرن. انهي وصفة تعجبك اعمليها، الاتنين اسهل من بعض وخطيرة. ولو عجبك وصفاتنا متنسوش تدوسوا لايك وشير. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.